بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، هذه الندوة الوطنية الكبرى التي يعقدها المركز الأكاديمي الدولي للدراسات الصوفية والجمالية تحت عنوان السيرة النبوية والصلاة المحمدية، دعوة لحب الأوطان وترسيخ لقيم الإحسان، تدخل ضمن السياق العام الذي حث عليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله هذه السنة، من جعل هذه السنة سنة الاحتفال بمرور 15 قرنا على مولده صلى الله عليه وسلم، بحيث نجد أن الفعاليات تحركت في كل المدن احتفالا بسيدنا رسول الله وترسيخا لسيرته عليه الصلاة والسلام. وكذلك نحن في المركز الأكاديمي الدولي بهذه المناسبة، وأيضا تزامنت مع مناسبة المسيرة الخضراء المظفرة، ومع تقرير يعني الامين العام للامم المتحده بمغربيه الصحراء الحمد لله تحت الحكم الذاتي المغربي، وذلك ما كان يساير يعني التوجيهات المولويه الساميه التي تدعو الى وحده الشعوب والى وحده الاوطان. فكذلك الحمد لله هذه الندوه عرفت مشاركه نخبه من اهل العلم، اساتذه ومشايخ ودكاتره وباحثين ومحبين في جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين تناولوا بالدرس والتحليل سيرته صلى الله عليه وسلم اهميه هذه السيره في زمننا الحالي، زمن التخليق، حيث هناك دعوات متجدده لتخليق الحياه العامه وتخليق الحياه الاقتصاديه والحياه السياسيه. فنحن في امس الحاجه الى هذا التخليق، وهذا التخليق لا يمكن ان نبحث عنه بعيدا عن منهج التزكيه، بعيدا عن منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن سيرته التي من خلالها ترك لنا منهجا متكاملا لبناء الانسان، ومنهجا متكاملا لحمايه الاوطان ولحب الاوطان، وحب الاوطان من تمام الايمان. الحمد لله رب العالمين. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.